عايز تخس اقطع عيش رز ومكرونه. ده الجزء الثاني من سلسله هبدات في التغذيه. طبعا اي حد هيقول لك عايز تخس شيل اي كربوهيدرات من حياتك، بص هتخس هوا. طبعا كلنا سمعنا الكلام ده، فما تبقاش انت خاربها حلويات بقى على محاشي على مكرونه بشاميل على مقليات وتنوي بقى انك تعمل دايت. بسم الله الرحمن الرحيم كده شيل كل الحاجات دي عشان نبدا على نظافه، وتروح عامل بقى دايت وقاعد يوم 2 3 بالكتير، ولو جامد هتقعد اسبوع 10 ايام، تروح راجع بقى لنفس النقطه تاني. وايه بقى ده انت جاي من حرمان قاطع كل حاجه، هتديها بقى وممكن تاكل اكتر من اللي انت كنت بتاكله قبل كده. وتخش بقى في قصه الاكل العاطفي وقصه تاني خالص، وعملنا سلسله عن الاكل العاطفي دوت وقلنا بالتفاصيل. تنساش تتفرج عليها بقى واعمل لنا لايك واشتراك في القناه والحاجات الحلوه دي. هتقول لي طب ما الكيتو تقريبا ما فيهوش كارب وبيخسس برضه. هو ما تبقاش انت مقضيها تروح جاي على طول عامل كيتو، ما انت مش هتستمر عليه ومش هتعرف تخليه لايف ستايل اللي انت تمشي عليه وتكون مرتاح عليه لفتره طويله. وطبعا مش اي حاجه تنفع لاي حد. انا ابراهيم سيد اخصائي التغذيه، ودي كانت سلسله هبدات في التغذيه. ولو سمعت هبدات في التغذيه من اي حد قبل كده قول لي في الكومنت عشان نعمل عنها فيديو. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.